السلام عليكم ورحمة الله. احنا النهارده ان شاء الله مع الشيف احمد هنشوف طريقة عمل القراقيش. السلام عليكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. ان شاء الله بمناسبه بقى دخول شهر رمضان علينا ان شاء الله الكريم هنعمله معاكم جراجيش بس بمقدار صغير، بمقدار كيلو دقيق واحد بس. احنا هنا بص يا أستاذ علي، هنا معانا مقدار كيلو دقيق، معانا نص كيلو سمنه، معانا 350 جرام لبن، معانا 50 جرام سكر، معانا 10 جرام خميره، ومعانا فانيليا. المقادير تاني: كيلو دقيق، 350 لبن، 500 جرام سمنه، معانا 50 جرام سكر، 100 جرام خميره، ومعانا تذكرتين فانيليا. ان شاء الله الخميره هنحطها على الدقيق الاول اهوت كده اهو، تمام. والمقادير السائله كلها هنحطها هنا مع بعضها، يعني السمنه مع اللبن هنحط عليها السكر والفانيليا. ادي السمنه معانا هي. اي نوع سمنة شيف؟ اي نوع سمنه، سمنه فلاحي او بلدي طبعا، دي حاجه تبقى احسن من اي حاجه يعني. نبقى بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. وادي ال 50 جرام سكر بالمره اهو، وادي تذكرتين الفانيليا عشان تديني طعم الجراريش شويه اهو. دي الاول نخلطهم ببعض، لبن مع السمنه مع الفانيليا، اللهم صل على النبي. طبعا يا جماعه الاول من زمان الناس كانت بتقدح السمنه الاول وتخليها تقدح خالص على النار، وبعد كده يعملوا ايه؟ العجين على الساخن. دلوقتي كله شغال عجين على البارد. في العجين كله شغال كله شغال على البارد، سواء على الايد او في عجان مثلا، لو انا ما عنديش عجان، او على الايد. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. اللي هننزله العجان اهوت ونبدا في اول سرعه ان شاء الله اهو. نقلبه كده بس الخميره مع الدقيق الاول. طب بيفرق يا شيف بالنسبة للطعم او بالنسبة للشغل، يعني ان احنا نقدح السمنة وكده؟ والله يا استاذ علي، انا كنت الاول نشوف والدتي الله يديها الصحه كانت تقدح السمنه الاول، تقدحها وتفرد الدقيق، وبعد كده تنزل بيه ويقلبوه ويشتغلوه، كان بيطلع ملوش حل الصراحه. بس طبعا دلوقتي الناس اكترها بتشتغل على البارد، ما عادش حد بيشتغل على السخن زي الاول. نقدح السمنه وننزل بيه. الرحمن الرحيم. طبعا ننزله بالسمنه بتاعتنا واحده بواحده اهو. ممكن نعمل له منها الجرجيش اللي هي العسليه اللي هي بالعجوه، تمام. ونعمل منها كمان كعب الغزال، واخد بالك، بتبقى جميله. ممكن تعملها ساده، ممكن تعملها عجوه، وان شاء الله باذن الله هنعمله من العجينه دي الجرجيش الساده والجرجيش بعجوه ان شاء الله باذن الله. نستنيها كلها تلم على بعضها ان شاء الله، يعني عشان ما يبقاش فيها دقيق خالص، ونلتوها لتعه كويسه ان شاء الله باذن الله يعني. تمام. لو مش متوفر معانا العجانة شيف بايد طبعا الناس كلها ستي وستك والناس الكبيره دي كلها كانت بتعجن بايديها، ومش كيلو ولا اتنين يعني. الناس كانت كميات كبيره وبايديهم ما شاء الله يعني. بس احنا العجانه عشان ايه؟ سهل يعني، مسهل الدنيا علينا شويه كده بقى. زي ما انت شايف كده انا كفايه على العجينه كده عشان ما تشدش معايا وتبقى فيها عرق، وانا نكمل انا خدمه عليها، نخدمها انا خدمه كويسه ونرفعها ان شاء الله. كده العجين جاب اخره معانا كده، يشقر خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. انت شايف اهو، اللهم صل على النبي. العجينه زي الفل. نطلعها الرخامه كمان ونخدموها خدمه كويسه، نخليها تتجانس كلها مع بعضها، ما تبقاش العجينه مشججه ولا مفتحه مني. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دايما يا جماعه كيلو الدقيق ياخد نص سمنه، دايما كيلو الدقيق بياخد نص سمنه. الله، بسم الله ما شاء الله. شايف يا علي؟ شايف العجينه كده خدمتها كويس يا شيف. شوف العجينه ان شاء الله اهي زي الفل. سواء بس تريح كده 10 دقايق ولا حاجه، ونغطيها بمشمع عشان ما تنشفش ولا تاخد وش مننا من الهواء اهو. 10 دقايق تكون خمرت؟ ان شاء الله. كده بعد فوات 10 دقايق اهوت. تمام كده يا شيف. اللهم صل على النبي. كده بقى اهي هناخد منها مثلا جزء، نشيل جزء اهوت. الجرجيش الساده نعملوها الساده. طبعا يا علي في عجله اللي هي العجله المشرشره، تمام. وفي عجله ساده، تمام. يعني انت عايز تطلعها مشرشره تطلعها ساده زي ما انت عاوز يعني، تمام. الناس اللي عايزاها تخليها غليظه شويه، تخليها محمله، تخليها ضعيفه، زي ما هم عايزين. في ناس مثلا في التقطيع، في ناس تقطعها كده يا علي كده حته عريضه كده، تمام. وفي ناس مثلا بيحبوها كده رفيعه واخد بالك.
فطبعا كل شيخ وليه طريقه، او مثلا هي زي ما الواحد يحب يعني يقطعها زي ما هو عاوز. على حسب واخد ما بالك؟ إحنا طويله رفيعه قصيره زي ما هم عايزين. وفي عجله مشرشره زي ما قلت لحضرتك كده، بتطلعها مشرشره من ناحيتين بيبقى شكلها اجمل شويه. بص كده، اللهم صل على النبي. اللي بيشتغلوا بقى محلات الحلواني. اهو تمام. في فرق بقى شاسع، بص يا سعيد كده، في فرق شاسع بين دي وبين دي. ايوه بص اهو، واخد بال حضرتك؟ تمام. اهو بسم الله. انا خلعت الجوانت عشان نحس العجينه بايدي، واخد بالك، ونعرف نفردها زي الناس. هو شغل المعجنات يا شيف مش ما ينفعش ما ينفعش فيه لا، بيلزق فيها الجوانت اهو. طبعا احنا قلنا سعالي دي في ايدين ان انا نرجها، واخد بالك، او ان نخليها تخينه شويه، محمله شويه. اهو دي في ايدي على حسب ما احنا عايزين. دي في ايدي، دي في ايدي اهو. بص كده يا صاحبي، اللهم صل على النبي. اهي تمام يا شيف. اهي محمله، حتى لو مثلا طلعتها من الفرن وهي مستويه تمام، ما تنقطمش مني ولا من شيلها. بص العجينه، بص ما شاء الله زي الملبن في ايدك اهي. اهي في ايدي برضه يا سعالي زي ما قلنا ان انا نخليها عريضه تمام، بس ده المعقول ده. او نرفعها. والله في ناس بيحبوها كده وفي ناس بيحبوها كده يا سعالي، ما هي ازواج عامه يعني. اهي تمام. هو عامه ده اهو اهي احسن حاجه، لا هي اللي عريضه خالص ولا هي اللي رفيعه خالص، محمله وماسكه نفسها اهو. تمام يا شيف. هنخش بقى اللي هو بالعجوه بقى. ان شاء الله باذن الله. احنا جبناها عجوه منسوله. تمام، انا جبتها تمام واديتها سمسم واديتها سنه سمنه، ما فكتهاش على النار ولا حاجه، انا فكيتها بايدي اهو. تمام عشان تطرش. اهي لانها كانت جايه ناشفه اهو. شايفين كده يا جماعه؟ تمام اهي. وبنعمل منها صوابع، هي بقول عليها العسليه. تمام اهي. وطبعا هنفرد العجينه دي شويه كده اهو، نخليها سمكها رغيق شويه كده. الشيف احمد خلص القرايش الساده، يبدا يعمل بقى كده اهو. دي الساده. بص كده يا صالي، انا قلت لك نساوي تمام. ونرفع ده كده اهو، تلفها على الصبح. يا دوبك لفه واحده، لفه واحده اهي. خدها بعيد كده اهو. بص يا صالي اهو، عشان نقفل المسام بتاعتها. نقفل دي كده اهو. دي اسمها جراجيش العسليه اهي. العجوه. الملبن هتبقى نفس الطريقه كده شيء، نفس النظام. بحيث هنخليها غليظه شويه ماشي، نخليها زي ما هي كده ماشي. يعني انا في ايدي يعني نخليها تخينه او رغيره زي دي كده، او تخلص زي دي كده مثلا. يعني في فرق برضو بين دي وبين دي، واخد بالك، زي ما انا عاوز. تمام، زي ما انا عاوز حسب ما بنحب. يعني نخليها غليظه، نخليها رفيعه على قدها زي ما انا عاوز، نخليها صغيره كده، نخليها كبيره كده، مفيش مشاكل زي ما انا عاوز اهو. دي في ايدي يعني زي ما انا بنحب او ولادي بيحبوا. ولو حبينا نبططها عادي يا شيف؟ عادي مفيش مشاكل، واخد بال حضرتك. هنجيبه دلوقتي المتبطط اللي هو كعب الغزال ان شاء الله. تمام.
منه كعب الغزال. انا فردت العجينه على قد ما نقدر، تمام، وفردت اللي هي العجوه نفس النظام، حطيت الكيس وفردت العجينه، تمام. ليه؟ الكيس هيعمل عازل، لو ديت بتلزق في العجينه على طول تخليها تقطع، دي بص بتيجي دي بتعمل عازل اهو. والرجيها زي ما انا عاوز، لازم تكون رقيقه شويه عن الجرابيش العاديه ولا الجرابيش اللي هي السيجاره اللي هي العسليه دي، بص اهو. وبعد كده برضو بنجيب العجوه وحاططها عليها، يعني بنفرد دي لوحدها ودي لوحدها ونحطها عليها، تمام. ونيجي بقى ايه، نرفع كده واحده بواحده عشان نلفها وتلف. ونلف بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. واحده بواحده طبعا عشان العجينه لازقه في الرخامه. بص يا صاحبي اهو، اللهم صل على محمد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. واحدة واحدة اهو، تمام. خليتها كلها بسوا بعضيها اهوت اهو. ونيجي هنا ونيجي قاطع اهو، نيجي واخدها هنا وامسكها كده وساعات بص اهو، اهو. تلفها كويس وتبدا بقى تبططها. تلفها كويس عشان ايه؟ تشدها بايدي كده، تجانس مع بعضها كده، لف العجينه صح اهو. برضه عايز نخليها غليظه ماشي، عايز ايه ما نخليهاش غليظه الحاجه ترجع لي برضه. السمك ده بنتحكم فيه السمك براحتنا. ده يرجع لي بص يا صاحبي، عايز برضه نخليها كده تصغر عادي اهي، حاجه صغيره بسيطه اهوت اهو. ده كده يا جماعه كعب الغزال اهو. تسلم ايدك يا شيخ. الله يخليك يا صاحبي. بص بقى يا باشا، اتفضل. بالنسبه للسمسم، انا ممكن نجيب بيض ونفك ونضربه وندي ايدي كده بالفرشه كده على الوش كده، تمام. وعلى الوش لو ما عنديش بيض والدنيا واقفه اهو، شويه ميه بصوت اهو ونقص سمسم. بس السمسم نكون ايه محمصه صوص علي اهو اهي. السمسم نكون محمصه في الفرن اهو. بله خفيفه بس كده تشيل السمسم معانا اهو يا دوبك اهي. بس اهو بالميه بس يا دوبك اهو، عشان بس السمسم يمسك فيها اهو. اللهم صل على النبي، حاجه زي الفل يعني. وفي البيت بكيلو واحد بكيلو دقيق واحد، شفت عملنا كام قطعه وعملنا كام صنف اهو. قول لنا المقادير كده شيف تاني. الكيلو الدقيق 500 جرام سمنه، 350 لبن، 50 جرام سكر، 100 جرام خميره، وتذكره فانيليا. العجينه دي بنعمل منها القرايش يا شيف، وبنعمل منها المنايم، مظبوط، وبنعمل منها كعب الغزال. شايفها صحيح اهو. يا دوبك طالما مفيش بيض اهي، سنه ميه حاجه من الحنفيه اهو اهو يا سعد اهو. تمام يا شيف. اللهم صل على النبي. الف هنا وشفا، الف هنا وشفا اللي هياكل. بسم الله ما شاء الله اهي. وعملناه بايدينا في البيت، يعني مش حاجه هم رايحين المدرسه وهم قاعدين بالليل كده بشويه شاي بلبن او شويه شاي ساده، واخد بال حضرتك اهو. ولسه كمان معانا كمان اهو. دي برضو نفس النظام يا صاحبي اهو. عايز نديها سمسم اهو، سنه ميه بسيطه اهو ونديها سمسم اهو. ودي رخر اهو، ميه بسيطه اهي بالفرشه اهو. السمسم اهو تمام. اللي احنا عايزينه نخليها ساده ماشي، نديها سمسم ماشي زي الفل. حاجه حلوه خالص اهي ما شاء الله عليها يعني. لقيتها اهو. كل ده من كيلو واحد، من كيلو دقيق واحد بس اهو. ولو معانا قطعه عجينه وسعالي على هيئه قلب كده ولا حاجه عادي، زي قطعه العجين بتاعت كل وشكر بتاعت الجلاش العجين اللي هي البقلاوه، ممكن برضه نقطع بيها، واخد بالك، مش بسكينه برضه. تمام. نعمل بها قلب، نعمل بها اي حاجه. هيخش الفرن على درجه حراره كام يا شيخ؟ على 180 ان شاء الله اهي.
عشان ايه يكفلوا المسام بتاعتها بس. تمام اهي اهي زي ما قلنا اهوت، سنه ميه بسيطه بس على وش العجين كده اهوت. تمام اهو. اللهم صل على محمد، اللهم صل على النبي. هندخله الفرن بقى نسويه. ان شاء الله احنا هنخليه بس يخمر شويه. العجينه ترفع معانا لان طبعا انت عارف ان الجو برد جدا. تمام واخد بالك ان شاء الله، وندخله الفرن معاكم ان شاء الله ونوري لكم هو طالع ان شاء الله باذن الله. تمام يا شيف. طبعا العجينه طول ما هي سخنه تلاقيها طريه. تمام. شايف؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. كل ما تبرد كل ما تشد. بسم الله اللهم صل على محمد. دايبه يا سعلي، شوف. تسلم ايدك يا شيف. الله يخليك. شوف ما شاء الله، وشها زي جنابها زي ارضيتها كلها حته واحده. بص بص. تمام. ده كده كعب الغزال اهو. اللهم صل على النبي. تسلم ايدك يا شيف. ودي تعتبر ايه؟ ما بيسموها سيجار وبيسموها في نفس الوقت ايه العسليه. اهو. كده شكل القرايش والمناي نايل لما طلعت من الفرن. تسلم ايدك يا شيف احمد. الله يخليك يا شيخ استاذ محمد. بص كده، بص بسم الله ما شاء الله. بص العجوه كمان مش ناشفه. ما شاء الله زي الفل اهي. بص يا استاذ علي، معلومه برضه ايه عشان ما نبقوش خبينا على الناس حاجه. لو انت احنا يا جماعه عاملينها ناعمه عشان حاطين نص كيلو سمنه ناعمه. لو عايزينها خشنه شويه من غير ما تزودوا دقيق قللوا 100 جرام سمنه، خلوهم 400 جرام مش 500 جرام. تمام يا استاذ علي؟ تمام. لو انتوا عايزينها خشنه خليها 400 جرام، عايزينها ناعمه زي ما احنا عاملينها كده يبقى المقادير زي ما هي 500 جرام. تمام، يبقى نص كيلو على الكيلو. بص يا استاذ علي ما شاء الله زي الفل. بص كده، بص تسلم ايدك. تسويه ما شاء الله، وش زي ظهر زي قلبيه. الف عين وشفا. يعني السمنه اللي تخليه معانا ناعم طبعا السمنه السمنه احنا عاملين ناعم، واخد بالك؟ تقلل 100 جرام من ال 500 خليهم 400 جرام على الكيلو دقيق هتطلع خشنه شويه. تمام. بس وهي كده ان شاء الله يا جماعه هنبقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وعمل اللايك الجميل بتاعكم، وانتظرونا ان شاء الله فيديوهات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.